بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بكم معاكم دكتورة منار من قناة نيو مامي. النهاردة ان شاء الله موضوعنا مهم جدا. موضوعنا طبعا داخلين ان شاء الله على رمضان، كل عام وانتم بخير، وكل الناس بتشتري عصاير كتير. فهنعرف النهاردة ان شاء الله الفرق بين العصير والنكتار والشراب. طبعا دي كلمات بنلاقيها مكتوبة على الليبلز او مكتوبة على الحاجات اللي بنشتريها، مبقاش عارفين الفرق بينهم قوي. فان شاء الله هنفرق بينهم النهارده باذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعه، نذكر الله، اذكروا الله يا جماعه، لا اله الا الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما ننساش يا جماعه نعمل لايك للفيديو، واهم حاجه يا جماعه ما ننساش ندعي لبعض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين، وعافي كل مبتلى ومكروب، امين يا رب العالمين. وان شاء الله نبدا في موضوعنا باذن الله. بس كان في بعض حبيباتي كانوا طالبين مني موضوع عن السكر التراكمي، وموضوع عن التهاب الاعصاب. فطبعا يمكن فكرت ان احنا نعمل المواضيع دي، لكن من الافضل والاسلم وحبا فيكم طبعا انتوا قبل اي حاجه، ان طبعا الحاجات دي ما ينفعش ان احنا نختصرها في فيديو كده على النت ونعتمد عليه. لا، المفروض ان احنا نروح للطبيب المعالج لينا، والطبيب المباشر لحالتنا هو ادرى واحد بالحاله. وده من الحاجات الافضل بكتير جدا جدا، هيعمل لنا فحوصاتنا، وافضل بكتير جدا من ان احنا نعتمد بيها على فيديو. فالافضل ليكم، ربنا يا رب يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. الافضل طبعا ان احنا نعتمد فيها على الطبيب المعالج لينا. بس انطلب مني برضو موضوع عن الفيتامينز المهمة ان احنا ناخدها بعد سن 40. فان شاء الله الموضوع ده هنعمله قريب باذن الله في اقرب وقت. النهارده زي ما قلنا موضوعنا عن الفرق بين العصير والنكتار والشراب. فزي ما قلنا ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين مشروبات العصير والنكتار والشراب من حيث نسبة تركيز الفاكهة الموجودة فيها والمكونات اللي بتتواجد فيها. وهي طبعا عبارات زي ما قلنا بنشوفها مكتوبة على الليبلز بتاعة علب العصير، ما بنبقاش عارفين معناها او مش عارفين الفرق بينهم كويس. فان شاء الله هنعرفه النهاردة. طبعا عصير الفاكهة هو مشروب بيحتوي على عصير فاكهة بنسبة تركيز 100%، وبيعتبر خالي من المية والسكر، وطبعا ما بيكونش مضاف عليه سكر، والمواد الحافظة برضو ما بيكونش موجودة فيه. فده يعتبر عصير فاكهة اللي ما فيهوش لا سكر ولا مية، عصير فاكهة فقط. طبعا نكتار الفاكهة بقى ايه الفرق بينه وبين نكتار الفاكهة؟ نكتار الفاكهة هو مشروب بيحتوي على نسبة اقل من عصير الفاكهة بتركيز حوالي 30%، وبيحتوي على مكونات تانية زي طبعا المية والمواد الحافظة والسكر. فبيختلف طبعا عن عصير الفاكهة بشكل كبير. لكن زي ما قلنا عصير الفاكهة هو عصير فاكهة بتركيز 100%، لكن النكتار الفاكهة عبارة عن طبعا بيحتوي على مواد حافظة وسكر، وبيحتوي على كمية أقل من عصير الفاكهة حوالي 30%. لكن لو لقينا الليبل مكتوب عليه شراب الفاكهة، طبعا ده مشروب بيحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة، وأقل كمان من النكتار بتركيز حوالي 10%، وبيحتوي على مكونات أخرى زي المية والمواد الحافظة والسكر. يعني عصير الفاكهة بيبقى 100% منه فاكهة، عصير فاكهة طبيعي، ما بيكونش عليه سكر، ما بيكونش عليه مواد حافظة، ما بيكونش عليه مية. لكن النكتار بيكون تركيز عصير الفاكهة فيه حوالي 30% بس، وطبعا بيزودوه مية وبيزودوه مواد حافظة، واكيد بيتحط عليه سكر طبعا عشان المذاق بتاعه يكون كويس. طيب شراب الفاكهة طبعا ده اقل حاجة، بيحتوي على 10% بس من العصير بتاع الفاكهة، والباقي طبعا بيكون مية ومواد حافظة وسكر عشان طبعا النكهة بتاعته، وعشان المواد الحافظة طبعا عشان يحافظ على صلاحيته بشكل كبير. زي ما بنشوف بيبقى مدة صلاحيته طبعا في العلب كبيرة جدا، وممكن يقعد ب6 شهور او اكتر. فكان هو ده الفرق بين انواع العصير. يا رب باذن الله ما تنسوناش من دعواتكم في امس الحاجه للدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين. ما ننساش يا جماعه نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وشير يعني مشاركه لكل اصحابنا علشان الكل يستفيد. ما ننساش نشترك في القناه من كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، ونفعل زرار الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد للقناه. واي حد بيطلب اي فيديو بنعمله ان شاء الله. وربنا يا رب
يجعل الفيديو ان شاء الله مهم ونافع ليكم النهارده باذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.